بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. اليوم لثاني مرة أو نستضيف أخونا مصطفى حبشي من السودان. لدينا عدة مسائل نتكلم فيها اليوم. أولا أرحب بك مصطفى، وكيفكم وكيف رمضان في السودان؟ ممكن تكلمنا شوية عليكم عن أحوال رمضان وأجواء رمضان؟ بارك الله عليكم فيك. السلام ورحمة الله أستاذة. نحن بخير. آه ما عندنا أي عوجة على العال. ورمضان في السودان أجواء جميلة جدا جدا، بس السخانة الشديدة. نعم، الجو عندكم حار جدا، ها؟ حار جدا، نعم. ونحن ما زال عندنا الجو بارد، يعني دائما نتمنى يجينا الحر. أفضل تكون في البرودة من الحر يا أستاذ. أنا أحب الجو الحار صراحة، لكن نحن نصيبنا إنه حتى في الصيف ما بيكون يعني حار كتير، مع إنه الآن نحن في آخر في بداية في بالربيع إحنا الآن. وإن شاء الله يعني قريب شوية يكون في جو أحر من هذا الجو اللي عندنا. وإنتم إن شاء الله الله يرزقكم شوية برودة يعني. إن طيب. شاء الله. آه، تمام، الصيام تمام، ونحن طبعا في هذا الشهر الفضيل كلنا يجب أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يفرج الجميع، كل من يوجد في مشاكل أو في حاجة. ونحن أيضا نلقي النظرة أكثر على شعب تجراي الذي يعاني في هذا الوقت العسيب، يعني صار له الآن 6 أشهر كما تعلم. يدخل في مجاعة أو تجويع بالأحرى شعبنا من قبل الحكومة الإثيوبية. وكما يعلم الجميع أيضا ويتابع في كل الإعلامات، سواء كانت بالعربية أو غيرها، أن شعب تجراي ظلم، وقامت الحكومة الإثيوبية بالحرب عليه كما تكلمنا من قبل. والمظالم كثيرة جدا، يعني لا تعد ولا تحصى، ووقعت فيهم انتهاكات إنسانية لم نسمع عنها من قبل في حياتنا، يعني في حروب أخرى في بلاد أخرى، أو في حروب أيضا في بلادنا كما كانت من قبل مع منغستو هايلي ماريام وغيره. الآن الناس عندما تتذكر أنه منغستو هايلي ماريام حتى لم يوقع على شعب تجراي القسوة أو العداء الذي نجده الآن من قبل الدولتين، دولة إريتريا ودولة إثيوبيا وأمحارة فانو. العداء من كل جوانب، يعني أحيطون هذا الشعب، أحيط بالعداوة من كل الأطراف. وليس فقط العداء، إنما أيضا يوجد كذب كثير، يعني يكذبون على العالم وعلى الناس. الإعلام الإثيوبي يعني يكذب من الصباح إلى المساء، يعني من الرئيس إلى كل المرؤوسين، يعني يتعاملون بالكذب، ما في مصداقية في أي شيء. المفروض أن يكون فيها مصداقية، وخاصة يعني حكومة كبيرة كرئيس ومرؤوسين ووزراء، والكل يطبل ويصفق على الكذب ما يحصل في إثيوبيا. وآخر ما شاهدته من الصباح إلى المساء هو أن هذا ما يسمى جمال بشير، وهو ومن معه ممن يناقشون في موضوع السد. الموضوع السد ليس موضوعنا اليوم، لكن أنا موضوع هذا الشخص الذي أنا أستغرب منه. هذا الشخص كما ترون، أو كما ترى، فيتكلم في فيديو، يتكلم عن شخص، لكن يقول إنه لا يوجد في إثيوبيا مشاكل، لا يوجد في إثيوبيا حرب. ويقول إنه شعب إثيوبيا بكل عرقياته الكل متسامح ومتسالم، ويعيش
في ثبات ونبات يعني في أي كوكب، في أي إثيوبيا يتكلم، عن أي إثيوبيا يتكلم، عن هذا الشخص ما أعرف. هل هي في إثيوبيا غير الإثيوبيا الذي نعرفها، أو هو يعني يكذب على الناس وعلى الشعب المصري كله وعلى الشعب الإثيوبي كله، بما أنه موضوع السد فيه خلافات بيناتهم، أو بين إثيوبيا والسودان ومصر كما تعلم. يعني موضوع السد موضوع كبير. كيف هو يستجري، كيف وهو في رمضان يوم 26 قال هذا الكلام، يقول فيه أنه لا يوجد في حرب، هي خلافات بسيطة فقط، ومجموعة يعني كما يقول أبي أحمد. يعني هو في فيديو آخر سمعت أنه هو مترجم لأبي أحمد وله علاقة وطيدة، وباعتبار أنه ناس كثيرين اعتبروه من الدعاة، وفاكرين انه المصريين عشان هو استاذ جمال فاكرين انه هو بروفيسور. هو ليس بروفيسور على حد علمي، يعني استاذ كما يعني معلم، استاذ يعني. تعرف الاستاذ يستخدموه في بلاد مختلفة على حسب الاستعمال، زي كيف يستعملوا شيخ مثلا في شيخ، ممكن يقال لشيخ يعلم الدين، وممكن يقال لأمير. يعني مثلا في الدول الخليجية يقولون شيخة وشيخ للأطفال الصغار حتى، لأنه استعمالهم هناك للأمراء أيضا يقولوا شيخ لأي شخص، يقولوا شيخ فلان شيخ فلان. فالأستاذ تستعمل في بلاد كثيرة بعدة معاني، بمعنى معلم أو أستاذ أو مستر. يعني هي زي مستر، يعني مستر فلان أستاذ فلان. هو فاكره في واحد يوتيوبر فاكره إنه الأستاذ هو بروفيسور، كاتب عنه بروفيسور. إذا كان عنده بروفيسور ما أعرف، لكن على حد علمي ما عنده بروفيسور. باعتبار انه مره قال ايضا انه لو مات من شعب اثيوبيا مليون شخص، فنحن عندنا 100 وكم مليون يعني باقيين ولله الحمد. بغض النظر عن اي شعب يقصد، هو شعب تجراي او اي شعب اخر، تهاون بهذه الطريقه لموت افراد. الله سبحانه وتعالى احترم، يعني اعتبر انه قتل شخص واحد كانما قتل الناس جميعا، ومن احيا شخص واحد كانما احيا الناس جميعا. لكن هو باعتبار انه عندنا ناس كثيرين، يعني مليون لو ماتوا عندنا الباقين ولله الحمد. فهذا الشخص خلينا نسمعه بس في هذا الفيديو شوية، عشان اكيد انت عندك كمان خلفية عنه عشان تتكلم عنه. خلينا نسمعه. بأقوى من رابعة التي قتل فيها أكثر من خاصة في تدخل الأمور الداخلية، ويعني والتحدث بالكذب بالأكاذيب، ويعني ويظن نفسه أنه يعرف كل شيء. لكننا سأريكم يعني كيف يكذب وكيف ضال، لأنه لا يعرف عن إثيوبيا شيئا لكنه يتحدث باسم إثيوبيا. خلوني الآن يعني نبدأ بما يقوله. بسم الله. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها الحرب التي تدور في إثيوبيا. الله، الحرب، ليس هناك حرب. أبشرك أن هناك صراعات بسيطة جدا، خلافات بسيطة كما تحصل عندكم في كل حين، لكن هذه ليست يعني بأقوى من رابعة التي قتل فيها أكثر من 4000 شخص. كما سمعت مصطفى يقول انه الله ما يوجد حرب في اثيوبيا، هي خلافات بسيطة، لانه العالم كله تكلم عن هذا الحرب. يعني ليس هذا اليوتيوبر سابر مشهور فقط، لكن العالم كله تكلم عنه انه هناك حرب، وانه دولة اريتريا دخلت على تجراي بجنودها واعتدت على الناس، وانتهكت انتهاكات إنسانية من القتل والسرقة واعتداء على النساء، قتل أطفال وقطع الأيدي والأرجل. يعني ما في شيء ما فعل في تجراي. ورغم انه كانوا يسكروا الكهرباء والنت، ومع ذلك ما خرج من الفيديوهات ومن الصور قليل جدا مما حدث في الواقع. يعني فكيف هذا الشخص في رمضان، هذا 26 أبريل نزلوا هذا الفيديو، يقول ان اليوتيوبر الآخر هو الذي يكذب على الناس، وهو ليس بكذاب حقيقة. سابر مشهور لو قال انه في حرب في اثيوبيا فهو صادق. هناك حرب في اثيوبيا،
والعالم كله تكلم عنها. لكن هذا الشخص وهو باعتبار إثيوبي، يعني هل نحن من تجراي وهو ما أعرف من أي هو أمحارة أو أوروما أو ما بعرف عن خلفيته. يقال إنه هو أمحارة، ويقال أيضا أنه كان لديه دور كبير لأنه كان عنده عداء كبير جدا للويانة وللحواحت، فاشتغل كثير جدا من الداخل من أجل إطاحة الحكومة التي كانت، فلديه غليل وعداء لهذه وخرج في الديمونستريشن وفي المظاهرات أيضا في أمريكا كما تعلم مساندا مع الإثيوبيين لأبي أحمد. فما قولك في هذا قبل ما أن أطيل عليك؟ فتفضل مصطفى. طبعا أستاذة هو ليس بروفيسور، هو أستاذ عادي جدا. والحكومة الأثيوبية بقيادة أبي أحمد يعني هي معروفة بالكذب والنفاق على مستوى عالمي، ليس على المستوى الأثيوبي فقط لكن على المستوى العالمي. هي اشتهرت بالكذب والنفاق، يعني هو بيقول لك لا توجد صراعات في أثيوبيا سوى أشياء طفيفة. أنا عايز أعرف حابي الأشياء الطفيفة دي البلد لما يلجأ منها من قوميته ومن عرقيته جزء من مكونات أثيوبيا، لما يتشردوا منه لدول الجوار ما يزيد عن 77,000 لاجئ، كيف يقول أشياء طفيفة؟ دي واحد ولا توجد. الشيء الثاني اللي بيقوم به أبي أحمد حاليا أسوأ مما قام به منجستو. أفضل منجستو كان بيضرب في الجبهة وقواته، يعني حتى إذا ضرب الشعب بيكون حسب التواجد بتاع قوات للجبهة في منطقة معينة والضرب بيعم. لكن اللي بيحدث حاليا من حكومة أبي أحمد دي عملية تطهير عرقي ممنهجة بواسطة مرتزقة إريتريين. ومنجستو أفضل لأنه لم يأتي بمرتزقة، قاتل بالجيش الأثيوبي. وهناك حاليا أستاذة هناك حاليا يعني عملية استهداف تطهير عرق واضحة لشعب تجراي وعرقية التجراي. ليس من اليوم، يعني منذ بداية الأحداث في عام 2015 نحن رأينا الاستهداف الذي تم لعرقية التجراي بغوندر وبأديس أبابا وفي العديد من المدن والأقاليم الأخرى خلاف إقليم تجراي. كان هناك استهداف واضح لشعب تجراي، يعني من على مستوى التجار، على المستوى الشعبي، على المستوى الحكومي. يعني لا يوجد شيء لم يفعله أبي أحمد أو بعض العرقيات الأثيوبية ضد شعب تجراي. فكيف هو يبسط هذه المسألة بكل بساطة؟ يقول شيء طفيف. يعني نحن في الداخل حاليا لدينا أكثر من 1,000,000 نازح في تجراي فقط، أكثر من 1,000,000 نازح. هذا في الداخل، هذا في داخل أثيوبيا. في تجراي فقط أكثر من 1,000,000 نازح. وخارج تجراي في السودان أكثر من 77,000. وكذلك أيضا كان هناك تجارب في بني شنغول، أيضا تم تهجيرهم عشرات الآلاف من البني شنغوليين، والتجارب تم تهجيرهم. كيف يقول إنها أشياء طفيفة أو أشياء بسيطة أو لا توجد حروبات أصلا؟ كيف لا توجد حروبات ونحن نشهد يوما تلو الآخر؟ يعني العديد من المنظمات الحقوقية والقنوات الإعلامية هي تبث وتوثق للانتهاكات والجرائم والحرب اللي بيخوضها أبي أحمد والمرتزقة من قوات أسياس أفورقي وعصابات فانو الأمهرية. وجميع هذه المنظمات بتطالب بخروج عصابات الفانو والجيش الإريتري من إقليم تجراي. وللأسف حتى تاريخ اللحظة لم يخرج الجيش الإريتري من إقليم تجراي، بل تم تغيير هويتهم لهويات أثيوبية لأنهم يجدون اللغة التجرينية باعتبارهم من أبناء التجراي. ولكن نحن لا نعتمد على الإعلام الأثيوبي لأنه في الأساس هو مضلل، إعلام مضلل. والإعلام سيف ذو حدين، يعني أنت إذا حبيت إنك تعكس شيء من المفترض إنك تعكس الواقع. يعني شهدنا في بداية الحرب أبي أحمد كان ينكر، والإعلام الأثيوبي كان ينكر، والإريتريين كانوا ينكروا بأن هناك ليس هناك قوات إريترية دخلت إقليم تجراي وتحارب بجانب القوات الأثيوبية. عاد ثم أغر بذلك واعترف بأن القوات موجودة ودخلت دون علمنا، وفي الآخر اتضح أنها كانت مؤامرة ومحاكاة مع أسياس أفورقي وأبي أحمد ليدخلوا داخل إقليم تجراي ويقوموا بطرد وتهجير وتدمير تجراي عن بكرة أبيها شعبا وأرضا. يعني نحن الآن بنشهد أنه تجراي حاليا الوضع داخل تجراي مجاعة، يعني الناس ما عندها شيء تاكله، ما عندها شيء تشرب، حتى الماء مقطوع، الكهرباء مقطوعة، الاتصالات في مدن معينة، انترنت لا يوجد نهائي، خدمات انترنت لا توجد. فكيف يكون التضليل أو الكذب أو النفاق؟
وليس جمال وحده، يعني حتى الإعلام، حتى المسؤولين على المستوى الحكومي على المستوى الإعلامي كلهم ينافقون يعني. وأنا أعطيك مثال بسيط لتقرير نشرته وكالة أسوشيت بريس 28 أبريل قبل يومين تقريبا. قالت بريس حول كيفية احتجاز السلطات الأثيوبية للآلاف من عرقية التجراي، متهمة إياهم بالخيانة واحتجازهم لأشهر دون توجيه تهم لهم. هذا انتهاك حقوق الإنسان. يعني كيف أنك تحتجز الآلاف دون أن توجه لهم أي تهم؟ أوكي، هذه واحدة. تأتي هذه القصة بعد شهور من التقارير عن التنميط العرقي والمضايقات التي يتعرض لها التجراي في أثيوبيا. قال أحد الأشخاص الذين تحدثت إليهم أسوشيت بريس عبر هاتف مهرب إنه محتجز مع 400 من تجراي آخرين، وإنهم لم يتمكنوا من الاتصال بأي محامين ولا يسمح لأفراد الأسرة بزيارتهم. أوكي. ومع ذلك فهو لم يسمح لأفراد أسرتهم بزيارتهم. ومع ذلك أيضا هناك قمع شديد بشكل خاص على العسكريين وفقا لتقدير تلقته وكالة الأسوشيتد بريس. كان 17,000 من تجراي في الجيش الأثيوبي عندما بدأ الصراع. يعني عدد القوات في الجيش الأثيوبي من عرقية التجراي كانوا حوالي 17,000 عندما بدأت الحرب، ولقد تم اعتقالهم جميعا. ومع ذلك فهو ليس فقط للجيش، بعضهم جنود يعملون حاليا كمعلمين وممرضات، وآخرون محامون وموظفو شركات طيران. كما تم اعتقال العشرات من القساوسة والشمامسة لمدة شهر. يعني شوف يا أستاذ، بص الاحتقار أو الشيء اللي قاعد يعني يقدم لشعب تجراي، يعني على المستوى، يعني حتى المعلمين، القساوسة، الشماسة، العمال في المصالح المدنية والمؤسسات المدنية وفي الشركات. أوكي. أيضا أحد الأهالي تحدد للوكالة إن اعتقالات أهالي تجراي تحدث في جميع أنحاء البلاد. قال شخص آخر تحدث إليه وكالة أسوشيتد بريس إن 1500 محتجزين في ميراب أباية جنوب أثيوبيا. الناس محتجزون في كل أماكن ضيقة. طلب مئات من قوات حفظ السلام الأثيوبيين من أصل التجراي المنتشرين في دارفور والذين رفضوا العودة إلى أثيوبيا ولجؤوا إلى السودان. وأيضا نجد أن المحكمة رفضت محكمة حظر السفر الذي فرضته الشرطة الفيدرالية وشرطة أوروميا على السياسي المعارض ليديتو إيالو. طبعا المشكلة بتاعت ليديتو إيالو يا أستاذة لأنه قال يا أخي أنا أقرب لي أبيو أحمد من أسياس أفورقي، أقرب لي الأمحرة من إريتريا، أقرب لي الأورومو فكيف أسياس أبيو أحمد يدخل جيش إريتري ليغزو تجراي؟ يعني هي دي المشكلة الأساسية. وهو حاليا يعني مريض عنده كلى، منعوه من السفر على أساس إنه يمشي يتعالج. ده التقرير اللي أعدته الوكالة. كويس. أيضا نجد تمت تبرئته من تهم محاولة تفكيك النظام الدستوري في القوة في مارس آذار، لكن الشرطة أصرت على أنه لا يزال قيد التحقيق. ده لإياله طبعا. أصدر كل من نجي لصورة عامة برضو نتحدث عن حزب الأورومو الفيدرالي. أصدر كل من مؤتمر الأورومو الفيدرالي وجبهة تحرير أورومو والجماعات المسلحة جيش تحرير أورومو بيانات تدعو إلى حوار وطني أثيوبي. قال مؤتمر الأورومو أن هناك أزمة اقتصادية وتضخما مرتفعا، وأن الصراع الحالي في تجراي كان يستهلك الموارد الاقتصادية والوطنية الهزيلة بالفعل، بينما يترك الملايين من الناس للجوع والبحث. كما قال أن هناك حاجة إلى حوار شامل قبل الانتخابات القصرية. لاحظ يا أستاذ، انتخابات قصرية. هذا الكلام أوردته جبهة تحرير أورومو وجيش تحرير أورومو، ودعا جيش تحرير أورومو إلى تأجيل الانتخابات وفق الأعمال العدائية والإصلاح الدستوري. أيضا يا أستاذة لو حاولنا إنه نتكلم يعني عن النفاق والتضليل بتاع الإعلام الأثيوبي هو كثير جدا 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 جدا. يعني نحن الآن بنشهد فيديوهات وتقارير يعني بتصدر. هو حسب بيقول حاليا لا وجود لقوات إقليم تجراي ونحن مسيطرين على الوضع. يعني حاليا نحن بنرى الغادة وبنرى يعني الشباب بينضموا بيلتحقوا بقوات الجبهة، يعني حتى بأزيائهم المدنية لا توجد لديهم أزياء عسكرية ليدافعوا عن أرضهم وعن شعبهم. والآن صراحة حكومة أبي أحمد في مأزق كبير جدا جدا، وأنا أعتبرها هي انتهت، يعني مسألة وقت لا غير.
لانه ما يحدث على ارض الواقع خلاف ما تتناقله وكاله الانباء الرسميه الاثيوبيه، يعني ما يحدث على ارض تجراي خلاف ذلك. نعم نعم، يعني كما تفضلت، يعني الكذب كان شيء الواحد يخجل منه يعني كرئيس دولة. انه حتى في 2020 كان اول اخذ جائزة على الكذب، يعني من كتر ما كله ما في مصداقية. حتى الحكومات الدول الرؤساء يعني راحوا يتكلموا مع رؤساء آخرين لأنه هو يعتمد على الكذب. نحن كأشخاص كأفراد، يعني أنا عن نفسي نحن لسنا سياسيين، نحن ما دخلنا في هذا الموضوع إلا لأنه يمس الشعب كامل ويمس وجودنا ككيان، يعني نطارد كأشخاص من تجراي لأننا تجارو. ولذلك الكل يتكلم في هذا الموضوع لأنه شيء مهم بالنسبة لنفسه لأهله لبلده، يعني ما في شيء أهم من هذا الموضوع. لكن السياسيين كما تعلم نحن نتابعهم يحللون في هذه الأشياء. لكن أنا ما استغربت من هذا الرجل، يعني في رمضان كمان تابعت أيضا أنه الرئيس عزم السوريين اللاجئين في إثيوبيا على مائدة الإفطار. لم نرى في حياتنا في دولة إثيوبية، يعني في القصر الحكومي، أن يأتي مسلمين عموما، يعني مش لأنه سوريين، مسلمين على العموم، ما عمرنا رأينا أنه استضافهم. على كل حال هذا الرجل يعمل على كل النواحي، يعمل على حبل الإسلام، حبل المسيحية، حبل ما في شيء ما استعمله، يعني كل الوجوه يستعملها لأجل إطالة سلطته. فعزم السوريين، نحن فرحانين للسوريين أنهم اتعزموا في القصر. لكن هل كيف يقبل الإنسان أنه شعب كامل تقريبا فوق 4 ملايين يقوم بتجويعهم ثم يعزم على الإفطار السوريين اللاجئين في إثيوبيا؟ هل لهم حقية أكثر من التجارو؟ هذا واحد. طبعا كلها معروفة، يعني شكليات يستعملها، من لأنه الدول العربية أو بالأحرى الإمارات والسعودية يقومون بمعاونته على قتل شعب التجراي، كأنه شعب التجراي ما فيها مسلمين. واحد، الإمارات هل ما يعرفون أن في هناك شعب مسلم من إخوانهم؟ يعني إذا إحنا أخذنا من جهة أنه هدول إخواننا مسلمين المفروض يكونوا مساندين لنا، بغض النظر، مع أنه أنا في رأيي سواء كان مسلم أو غير المسلم المفروض أن يحترم وما يقتل. درون الإمارات هي التي أبادت شعبنا أكثر، يعني هذا واحد. زائد أنه بكذب الرئيس في هذا المجال اتضح لنا ما يريده فعله. انه حتى قال بما انه هو اسمه ابي احمد، ناس كثير تفتكر انه هو مسلم، هو مش مسلم، ولكن يقول لهم انه نحن في تجراي كلهم مسيحيين وما في مسلمين في تجراي. انا تكلمت عن هذا الموضوع عدة مرات بتجرينيا، ويقول انه هم فقط مسيحيين وهم عشان كده ما يسمعوني، تمردوا على لانهم مسيحيين وانا مسلم. هذا يعني شوف هذا الكذب، هذا التضليل للرأي العام وللعالم الإسلامي، إنه أبي أحمد بما إنه اسمه أبي أحمد فقط إنه مسلم. هو مش مسلم، هو بأنت وزوجته بأنت، والعالم كله يعرف هذا الشيء. حتى هذا يكذب عليه، يعني كذب في كل شيء. فهذا واحد. زائد إنه جمال بشير هذا قال إنه الجيش الإثيوبي يتكون من كل العرقيات. فرضا قلنا من كل العرقيات، ليش طيب الجيش اللي سلم نفسه للسودان الآن أكثر من 116 جندي كانوا يقومون في الأمم المتحدة شو اسمه حفظ السلام، لم يستطيعوا الرجوع إلى إثيوبيا الآن لأنهم يخافون على أنفسهم لأنهم من تجراي. لو كان في عدالة، لو كان في حق كما يقول هذا الدجال جمال بشير، ليش ما يرجعوا لوطنهم ويكون عادي؟ بالعكس هم دخلوا الآن في السودان والعالم تكلم عنهم أيضا. هذا واحد. فهذا على أنه كذبه يعني كذب كبير أيضا، مش أكاذيب صغيرة بل أكاذيب كبيرة يتكلم فيها
لأنه هو الطبال تبع الرئيس أبي أحمد. جمال بشير هذا يطبل لأبي أحمد، ولذلك هو حتى يبين للشعب المصري والسوداني إنه إثيوبيا ما شاء الله الكل بسلام، عايش بسلام. إثيوبيا عمرها ما كانت عاشت في سلام بين كل الأعراق اللي موجودة. دائما كان في خلافات دائما وأبدا، لكن مرة يزيد ومرة ينقص. 37 سنة الماضية التي كانت تحكم بالفدرال اللي كان موجود لكل الشعوب، على رأسهم جبهة تحرير شعب التجراي اللي كانوا موجودين، وقالوا انهم كانوا يعيشون في ظلام. فالآن في خلال 3 سنوات بحكم أبي أحمد تقلبت إثيوبيا من رأسا على عقب. والسلام اللي ما كان عجبهم، ما كان عجب الشعب الإثيوبي، اعتبر انه هذا كان ظلام. فالآن هو داخل على النور برأيه. فإيش رأيك في هذا الكلام؟ سواء كان في الجيش اللي أكيد أنت متابع الموضوع أيضا، ممكن تتكلم عنه بشرح. وشكرا. الصوت واضح كده أستاذة؟ نعم الصوت واضح، تفضل. أولا حاجة هو بيقول الجيش الأثيوبي مكون من جميع القوميات. أوكي، فلنفرض إنه الجيش الأثيوبي مكون من جميع القوميات، لكن ما حدث يعني 17,000 من قومية التجراي داخل الجيش الأثيوبي تم سجنهم جميعا 17,000. هل هم لا يريدون يعني داخل الجيش الأثيوبي أي فرد من عرقية التجراي، سواء كان ضابط أو صف ضابط أو جندي؟ الذين 17,000 تم استهدافهم من عرقية التجراي لمجرد يعني أنهم من عرقية التجراي. هؤلاء تم أنا أقول إن به جميع القوميات، يعني طالما أن هناك 17,000 من عرقية معينة تم استهدافها وإخصائها وسجنها، لا نقول أن من جميع العرقيات. نعم، معظم أفراد الجيش في الوضع الراهن هم من الأمحرة ومن الأورومو، يعني حتى في الأورومو بنجد عددية كبيرة جدا جدا انشقوا من داخل الجيش الفيدرالي الأثيوبي، انضموا لحركة أونك، لجبهة أونك، وهم الآن حاليا يقاتلون. وأبي أحمد هو معروف بالكذب والنفاق، يعني هذا شيء يعني ما فيه، يعني ما عايز له شخصين يتغالطوا في ذلك، يعني إنه شخص ضلال. يعني إذا ما كان ضلال يعني قبل اليوم هو كان بيتحدث بيقول إنه يا أخي ما في ولا امرأة ولا طفل لجأ إلى السودان. يعني نحن شهدنا الآلاف، عشرات الآلاف من النساء ومن الأطفال داخل الأراضي السودانية. كيف يكون النفاق إذا لم يكن كذلك أستاذة؟ عموما في كل الأحوال نحن شخصيا كما أسلفت أنت، يعني نحن ما سياسيين ولا عندنا علاقة بالسياسة، لكن ما دفعنا للحديث أو النخوض في أفعال الساسة والسياسيين هو ما يتعرض له شعب تجراي، ما يتعرض له عرقنا. الأشياء التي تحدث في إقليمنا، القتل والتهجير والتشريد والتدمير والاغتصابات التي تحدث لشعب، هذا ما جعلنا أن نتحدث. نعم، معظم المتابعين قد يفتكرون أو يظنون بأننا سياسيين أو كذا أو كذا. لا، أنا شخصيا شخص عادي جدا جدا، يعني لأي شخص بيعرفني من عن قرب أنا لا علاقة لي بالسياسة ولا أنتمي لجهة سياسية ولا هذا ولا ذا. ما دفعني للحديث أو الظهور يعني بالطريقة التي أظهر بها حاليا عبر بعض القنوات العربية أو بعض الكتابات التي أنقلها والتقارير وكذا، هو ما يحدث لشعبي. يعني هذا هو الدافع الذي جعلني أقوم بذلك لا غير. وعموما الجو عندنا حار شديد يا أستاذة، لا نريد أن نطيل أكثر، ولكن تجراي ستنتصر بإذن الله، وتجراي ستبني دولة قائمة بذاتها. فأول 27 سنة اللي بيتحدث عنها أو بيقول إنه نحن كنا عايشين فيها في ظلام أو عبارة عن وساخة، أثيوبيا قبل 27 عاما، يعني أنا ما أعرف يعني هل الناس دي ما شافت أثيوبيا قبل 27 سنة كانت كيف، أو قبل 30 سنة أثيوبيا دي كانت كيف. الطفرة والتطور والنهضة والعمران اللي حدث في خلال 27 عام، يعني أنا يعني ذاتي أستغرب في الناس اللي هم بيصدقوا يعني ما يتفوه أو ينطق به أبي أحمد، يعني إلا إذا كان لم يروا أثيوبيا يعني قبل 30 عام، هذا من حقهم يعني إنهم يصدقوا. لكن إذا رأوها قبل 30 عاما ورأوها الآن، يعني بعد السماء والأرض، يعني لا علاقة لها بما مضى
والحاضر الحالي. هذا شيء. والشيء الآخر، أنا قناعتي وإيماني أن تجراي ستنتصر، وملامح النصر يعني حاليا بدأت تظهر جليا، يعني على الأرض، على المستوى العالمي، على المستوى الدبلوماسي، على المستوى الشعبي، على يعني في نواحي كثيرة جدا جدا معالم النصر لتجراي بدأت تتضح، وكلها مسألة وقت لا غير. يعني حتى نحن لو بنتابع حديث أبي أحمد بنجد إنه نفس الحديث اللي كان بيتحدث به منجست هايلة مريم في زمن سقوطه أو قبل سقوطه بقليل، يعني نفس الحديث، نفس الكلام، فحتى الآن هذا أصبح يحدث في أوروبا، يحدث في صوماليا، يحدث في بني شنغول. القتل والتطهير والاشتباكات من تجراي انتقلت لعدة أقاليم الآن. يعني حس الأمحرة لماذا يتباكون كثيرا يعني ويطلعون مسيرات لأن الموت أصبح في رؤوسهم. يعني عندما كان يذبح شعب تجراي ويقتل وتغتصب نسائه ويقطع أيادي وأرجل الأطفال، هم كانوا يرقصون يعني طربا. الآن عندما يعني زي ما بيقولوا يعني عندما وقع الفأس في الرأس، يعني عندما المصيبة حلت عليهم هم والموت حل عليهم هم من جماعة الأورمو، الآن بدأوا يتباكون بأن أبي أحمد ليبة، أبي أحمد لا يصلح للكل، أبي أحمد. وهم يعلمون ذلك جيد. يعني إذا هناك أي قومية أو عرقية أخرى داخل أثيوبيا تم قتلها أو تم تدميرها أو تم تشريدها، هم يكونوا فرحين بذلك. ولكن عندما يأتيهم فشيء مؤسف حقيقة أستاذة. نسأل الله إنه ربنا يصلح حال تجراي، وتجراي ستنتصر بإذن الله. هذه هي قناعتي. شكرا لك مصطفى. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعين شعب تجراي على هذه المصيبة أنه يتخطاها. هي مصيبة ليست بصغيرة أبدا، لأنه ما عهد الناس منذ الأزل أنه، أو على الأقل منذ التاريخ القريب، أنه حكومتك المفروض اللي هي بتكون عون لك أو حارسة لك، تجيب لك عدو عشان يقتلك، عشان تتجوعك. يعني ما حصل أن شفنا من قبل. يعني ممكن يتعاون مع، إذا كانت حرب أهلية على الجميع في بلد معين، معلش، لكن يختص مجموعة معينة من الإقليم، إقليم تجراي فقط، ويوقع عليه هذا المشاكل التي لا حصر لها. مؤسف جدا. وأيضا راحت مساعدات أو بعثوا مساعدات. تعرف أنه الأمم المتحدة تدخل مساعدات، فهم يقومون ببيعها، فبعثوا لهم إلى مقلة من الأشياء التي من الزيت والطحين، يعني خالص التاريخ، يعني عمل اكسباير يعني. فقالوا عندما سألوهم قالوا يعني خليكم هذا كثير عليكم كمان، قالوا لهم. يعني حتى المساعدات، الناس يعني تريد أن توصل مساعدات مش قادرة توصل، لأنه أي واحد يساعد يسجن يقتل، والناس تخاف على أرواحها وعلى أهلها. يعني الوضع مش هين. فكيف رأيك بالنسبة للمعونات؟ يعني هل نستطيع أن نقول أن الذين وصلوا إلى السودان وضعهم أفضل أم الذين الآن يوجدون في إثيوبيا، في تجراي خاصة، وحتى في عموم في إثيوبيا؟ يعني هناك من يسجن، هناك من يقتل الآن، موجودين الآن. قرأت يعني تقرير بآلاف كثيرة جدا الآن موجودين في السجن، أخذوهم إلى السجن وما يعرفوا. تقريبا 20 ألف، 10,000 شخص فيهم من البايلوت، يعني قائدين الطائرة ومدرسين ومتعلمين، يعني قاعدين يسجنوهم كمان، بس لا شيء إلا لأنهم من تجراي. فإيش رأيك نعم في هذا الموضوع؟ نعم أستاذة، الاستهداف لشعب تجراي واضح. يعني بقت من أسهل الأشياء يقولون في صوت أثيوبيا. ما في صوت. دقيقة، ما في صوت. ما في نعم صوت. الصوت. أشوف لحظة. لا هناك. أوكي، يوجد صوت، ما في مشكلة.
تفضل. الصوت واضح؟ نعم واضح، تفضل. طيب أستاذة، لا 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 لا، أنا بقول إنه الموجودين داخل السودان وضعهم أفضل من الموجودين داخل تيغراي، مع إنه الموجودين في السودان حاليا في معسكرات اللاجئين هم أيضا يعانون ما يعانونه، لكن بالنسبة للوضع داخل إقليم تيغراي يعني أفضل للذين هم متواجدين داخل معسكرات اللجوء بالسودان. أما المعونات هذه يعني سمعنا العديد من المنظمات تحدثت عنها بأن هناك مواد إغاثة أتت لشعب تيغراي، وبعض المواطنين يعني من إقليم تيغراي تم استجوابهم بأنها تم نقلها إلى مناطق أخرى داخل إقليم أمحر أو قاموا ببيعها. يعني هم يريدون أن يجعلوا داخل تيغراي مجاعة، يعني لم يكتفوا بالقتل، لم يكتفوا بالاغتصاب، لم يكتفوا بالتهجير، لم يكتفوا بحرقهم يعني للمشاريع الزراعية لأبناء تيغراي المزارعين الذين يعني نحن شهدنا العديد من الفيديوهات والصور، يعني إنهم يحرقون الزراعة بالنار ويحرقون المخازن التي يوجد بها يعني التي يوجد بها الذرة بالنار. يعني لم يكتفوا بالاغتصاب، بالتهجير، بالقتل، الآن يريدون أن يقتلوا شعب تيغراي جوعا. يعني أنا شاهدت الفيديو الذي فيه يعني الدقيق التالف، يعني هو منتهي الصلاحية، لا توجد به أي علامة، والباغات اللي بها زيت يعني منتهي الصلاحية، ما معروف مصدرها من أين، احتمال قد تكون مسمومة أو احتمال يعني فيها مادة كيميائية يريدون بها يعني أن ينهوا بها ما تبقى من شعب تيغراي. يعني أنا اللي بيؤسفني إنهم يعني بيستهدفوا الشعب. يعني أنا هذه هي أكثر شيء يؤلمني يعني فيما يحدث داخل إقليم تيغراي، أن من يتم استهدافهم وبعدين هو شعب تيغراي. عفوا، يعني شعب عزل، يعني ما عنده لا سلاح ولا متسلح ولا متدرب ولا أي شيء. اغتصابات، تعرف النساء اللي اغتصبوهم، المرأة اللي اغتصبوها 23 شخص اغتصاب. وما يكفي غير كده انه وضعوا في رحمها من الحجر ومن المسمار ومن الأوساخ. يعني ما سمعنا في حياتنا بهذه الفظاعة. وغير كده بالنسبة تعرف المطحنة القديمة تاع أمهاتنا، الحجر. يعني نعم. الجنود الإريتريين، يعني ما في أحد في العالم من الجنود عمل زي ما عمل الجنود الإريتريين. يعني حتى المطحنة القديمة هذه تاع جداتنا أمهاتنا نعرفها، احتياط دائما عندهم بالذات في القرى، يعني موجودة هي زي كل البلاد. حتى هذه كسروها، يعني وإن وجدوا أكل عشان ما يطحنوا، عشان ما يأكلوا، كسروا هذا الشيء. يعني ما في شيء ما أخذوه من البلد. يعني الأشياء التالفة، حتى البلاستيك، يعني الأشياء حتى يعني المفروض يعني ترمى إلى الزبالة، أخذوها من تيغراي من أجل أن لا يستطيعوا يستعملوا أي شيء يجدوا يستعملوه. يعني ما في أنا قساوة شفت في حياتي مثل هذا القساوة. فعلا أستاذة، يعني أنا قاعد أقول لك ده الشيء اللي بيؤلمني، يعني إنهم يعني بيستهدفوا في شعب أعزل، يعني ناس بتكون موجودة داخل بيوتها، في مزارع، في أحياء، يعني عندما تتم هزيمتهم في الخارج يعني يأتوا ويفشوا جام غضبهم في الشعب الأعزل المسكين. يعني أستاذة سعاد طبعا بتقصد إخواننا المتابعين في السودان الحجر اللي بيطحنوا به، وعندنا في السودان هنا بنقول له مرحاكة. يعني الحاجة دي نحن عندنا في أثيوبيا موجودة المرحاكة دي، حجر أيوة. كبير ومعه حجر صغير، هنا في السودان بيقول لها مرحاكة، اللي هي بيطحنوا إيش بها العيش اسمها الحب بالعربي؟ يبدأ. إيش يقولوا لها بالسودان؟ مرحاكة. مرحاكة، أوكي، مرحاكة. فهي موجودة طبعا، بيعرفون الناس القدام في كل والناس اللي بلد تربوا له على. اسم مختلف، صحيح. نعم. يعني ما يحدث حقيقة يعني شيء مؤسف، يعني لم يكفيهم ما فعلوه كله، الآن يريدون يعني تسميمهم بمواد منتهية الصلاحية مثل الدقيق والزيت وكذا. والحمد لله يعني إنه حتى المواطنين وعوا ذلك ولم يستخدموها، يعني عرضوها، صوروها عبر الفيديو ونشروها على أوسع نطاق، على أساس إنه العالم يعرف يعني ما يحدث بالضبط لشعب تيغراي، يعني من المستوى الحكومي. يعني هذه ليست منظمة، هذه أتت بها الحكومة، هذه المواد يعني أتت بمواد منتهية الصلاحية تالفة يعني. وهذا توثيق يجرم حكومة أبي، يجرمها تماما. هذا خلاف التقارير يعني الأخرى التي وثقتها يعني القنوات وبعض المنظمات. أنا لا أدري يعني أيضا الصمت الدولي يا أستاذ،
حقيقة شيء مخجل، يعني العالم يعني يرى ما يرى ويشهد ما يشهد ويعلم ما يعلم، ولم نجد يعني خطوة إيجابية أو فعلية على الأرض يعني تنقذ إقليم تيغراي مما هو فيه، مما يعانيه. ولكن يعني نحن نحمد الله بأنه يعني تيغراي هي محمية برجالها، محمية ببناتها، محمية بنسائها، وموجودين داخل أراضيها. يعني حتى العالم إذا ما وقف يعني بيرى مجرد بعينه ويعني بيندد بتصاريح وتقارير، لكن أبنائنا وبناتنا ونسائنا موجودين وقادرين على أنهم يحموا أرضهم، وهينتصروا بإذن الله، هينتصروا وهيحققوا النصر، والآن هم نعم في طريقهم إلى النصر. نعم نعم، أنا معك. يعني إنه العالم يسمع ويرى، وخاصة الأمم المتحدة ما يفعل شيء يعني عملي، أو شيء المفروض يعني انتهاكات إنسانية كبيرة جدا. وأنا قلت من قبل أيضا إنه سبحان الله، حتى الأمم المتحدة ما في مساواة، ما في عدل، ما في، مش الشعوب متساوية. زي ما قاعد جمال يكذب الآن إنه في إثيوبيا كل الشعوب متساويين، وإنه الجنود متساويين وما في خلافات في إثيوبيا، واحد كذاب. كمان أيضا في الأمم المتحدة اللي يقول لك إنه هم بيوصلوا لكل الناس نفس المساعدة، نفس الطريقة، ونفس شو اسمه المعونات، مش صحيح. لأنه على حسب الفائدة اللي ترجع لهم، يمكن هم ينظروا كل مصالح. هو يعني شيء مؤسف جدا أن الناس أو العالم كله فقط يتعامل على أنه مصالح فقط. أنا صراحة يعني مستغربة جدا، لأنه المفروض إذا كان من العدالة أنه 6 أشهر الآن الناس تعاني، وفعلا إبادة بشرية هي إبادة عرق كامل، لأنه من تيغراي. لذلك المفروض يعملوا شيء يعني قرار حاسم يعني ياخذوا عليه، لانه هو ما يتحمل التاجيل اكثر من هذا الوقت. 6 اشهر، يعني اطفال دخلوا الان اثيوبيا وتجراي كانت خرجت من المجاعه. تجراي ما كانت حتدخل الان في مجاعه الا لانهم هم عملوا لها تجويع الان، لانه منعوا عنهم كل شيء. وزي ما قلت حرقوا كل شيء، خربوا كل شيء، سرقوا كل شيء. يعني الجنود الإريتريين والأمحارة شو اسمه هذول فانو ميليشيات، هذه كلها ما تركت شيء. وبالأخص الجنود الإريتريين أخذوا كل شيء، حتى يعني كما قلنا المرة الماضية، يعني شيء ما تتوقع أنهم يأخذوها أخذوها. فليش كل هذا الانتظار؟ أنا مستغربة جدا منهم. ولكن زي ما قلت أن الله سبحانه وتعالى دائما مع المظلوم، ولذلك شعب تيغراي خارجا اللي موجود أيضا في الهجرة، الكل يشتغل ويعمل ويحاول أن يساعد ويوصل المساعدات. ونحن كما أنت تجاهد نحن نجاهد من هنا، الكل يجاهد، لن نسكت حتى يجد شعبنا ما يستحقه من الكرامة الإنسانية، ويعود كما كان من قبل. كان هو مكتفي ذاتيا، بالعكس كان هو حتى يعني يبعث لإثيوبيا أو لأديس أبابا بالشهر كم قالوا كم ملايين ولا كم بليون من الدخل اللي كله إقليم. 40% من دخل الإقليم كان بيمشي للحكومة المركزية في أديس. 40% من دخل الإقليم، يعني الإقليم بياخذ 60% وال40% بتمشي للحكومة المركزية في أديس أبابا. لذلك كان الآن هذا كله انتهى أستاذة. يعني حتى الحصار اللي كان مفروض على تيغراي يا أستاذة، حتى هو ما في خلال ال6 شهور فقط. يعني الحصار اللي اتفرض على تيغراي له 2 بالضبط، صحيح. حتى 2 وأكثر. يعني أكثر. فرض على تيغراي حصار يعني بري، يعني ما كانت في طرق بتاع التجارة للأقاليم الأخرى إلا كان عبر معبر اللوكدي مع حدود السودان. صحيح. فقط هذا المنفذ الوحيد الذي كان يعني يتحرك به إقليم تيغراي، يعني للسلع وللتجارة وللدخل وللمؤن، لأن جميع الطرق الأخرى كانت مغلقة تماما. يعني إريتريا أغلقت حدودها، أمحرة أغلقت حدودها، كذلك بالاتجاه العفر أغلقت الحدود. يعني ما كان عندنا منفذ داخل الإقليم على أساس إنه نحن نقدر نتبضع أو نتسوق أو ندخل الشيء اللي نحن عايزينه أو نجيب الشيء اللي نحن عايزينه، خلاف مدخل اللوكدي. والآن في خلال هذه الحرب طبعا الحظر كان جوي وبري، يعني ما في لا أرضا لا جوا ولا
فأنا من هنا أستاذة أنا بطالب يعني جميع أبناء تجراي، يعني داخل اثيوبيا، داخل اقليم تجراي، في اي بقعه من بقاع العالم، يعني في اي مكان انتم متواجدين فيه، وفعلا انتم ما قصرتوا يعني بجميع بمختلف اعماركم، يعني من شيب لشباب لاطفال، يعني شهدنا وقفه شعب تجراي في جميع دول العالم، يعني لم يقصروا نهائي. وانا بتمنى انكم تواصلوا في مسيراتكم، تواصلوا في تنديداتكم للشيء اللي بيحصل ضد شعبكم وضد ارضكم، باللغه اللي انتم بتجيدوها، باللغه اللي انتم بتعرفوها، وما مقصرين، وزيدوا من كده. وكلنا نحن معاكم بنقدر عليه، بنعرفه الحرب دي حقت اي تجراوي، اي تجراوي، الحرب دي حقته، ما حقتي انا برايم، ما حقت استاذ سعاد وحدها، ما حقت الولا سلمون وحده، وما حقت مأزة وحدها، اي تجراوي الحرب دي بتاعته. نعم. دي نحن اللي نحن محتاجين انه نجيب فيها ونتكلم فيها يعني، ونحارب فيها ونجاهد فيها بالشيء اللي بنقدر عليه. كلنا احتمال انا تتوفر لي شيء انت ما تتوفر، ما بتكون متوفره عندك، عين غيرنا بتكون متوفره. اي زول بيقدر عليه، دي وصلت لي جميع ابناء تجراي في اي منطقه في العالم، بتقدروا عليه بما تستطيعون. ادعموا بلدكم، ادعموا شعبكم، والنصر حيكون حليفنا باذن الله. شكرا لك مصطفى. يعني في الأول وفي الآخر أيضا ما ننسى أن نشكر شعب السودان. يعني نحن لو ما نعرف، يعني ما نجد لهم كلمات لدعمهم اللي دائما يقومون فيه مع شعبنا منذ زمن بعيد. يعني في التاريخ دائما حكومة السودان وشعب السودان والأفراد السودان كلهم نحب نشكرهم. وأنا دائما أدعو الله سبحانه وتعالى أن يديم عليهم السلام والأمان والأمن لبلدهم. هذا الشعب المعطاء الكريم، لا دائما ندعو لهم. يعني الشعب الوحيد الذي وقف معنا حكومة وشعبا طبعا في هذه الأيام، ولن ننسى لهم هذا الفضل. ما حيينا ونشكرهم كثير جدا على هذا الشيء، لأنه عندما تكالبت علينا كيف كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تتكالب عليكم الأمم، يعني تكالبت علينا الأمم كلها لشعب التجراي وحده لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. وأنا متأكدة أنه بعد كل ظلام في نور، إن بعد العسر يسرا قال الله سبحانه وتعالى أيضا، وحيكون الفرج بإذن الله. لكن لابد في كل محنة لها وقتها، ونحن نتعلم من هذه المحنة، وقد تكون منحة أيضا لا نعرف، والإنسان يحاول أن يستفيد من هذه التجربة. وخاصة يعني الرسالة لكم زي ما قلت، يعني لكل أهل تجراي، لكل تجراوي في العالم، المفروض الآن أن يتكاتف ويكون يد واحد، ويعني يبتعد عن كل الخلافات أو الأزمات التي ممكن تكون موجودة في بين كل الشعوب، يعني موجودة في شعبنا أيضا زي أي شعب. لكن كما رأينا الكل متحد، لأنه الآن ليس وقت عتاب نعاتب فيه الجبهة الشعبية لتحرير تجراي، الذي كثير من الناس لديهم يعني كيف ما تقول يعني زعل أو واخدين خاطرهم أو عندهم أشياء كثيرة. لكن مش وقته الآن نحن نقوم بهذه الحسابات هذه نجدها فيما بعد لما يكون شعبنا سليم وأرضنا سليمة. لكن الآن محتلت أرضنا محتلة من قبل جنود إريتريا، من قبل إساس أفورقي، جزء كبير منه ما زال محتل، وأيضا من قبل فانو الأمحارة الذي له من الأزل عداء لشعب تجراي لم ينتهي ولن ينتهي، شكله ما حينتهي. يعني مع الأسف يؤسفنا أن احنا نقول أمحارة وتجراي وأورومو. كثير من الناس يقولون يعني يفتكروا أن أنت عنصري عشان أنت قاعد تتكلم في موضوع بلدك وموضوع أهلك وموضوع تجراي. هذا ليس فيه من العنصرية، لأنه العنصرية أنه أنت ترى أن شعبك أفضل من الشعوب الأخرى، هذا هو العنصرية. هذا هو اللي الإسلام حرمه أيضا.
يعني الناس كأسنان المشط لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى. لكن في بلد واحد، في شعب واحد، لما يكون الأمحارة فوق والمن تجراي تحت والأورومو تحت وكذا تحت، هذا يعني ظلم يقع على الشعوب. المفروض كل الشعوب تعترض على هذا الشيء. يعني المفروض الحكومة أن تحاول أن تلبي طلبات لكل الناس في شعب واحد، في بلد واحد، سواء كان من الناحية الدينية، من الناحية العرقية، ومن الناحية الاجتماعية، ومن الناحية من كل النواحي. وإلا الحكومة إيش دورها إذا لم تلبي هذه الحاجات الناس؟ وحاجات الناس في تجراي كان أمان، كان عندهم أمان صار حرب، كان عندهم أكل صار في تجويع، كان عندهم عمل صار يعني يخرجوهم من الأعمال أيضا، حتى من الوظائف يعني يطردون، سواء كان الخطوط الجوية الأثيوبية اللي بدأت فيها، والمدارس والأماكن الحكومية مثل الجيش وغيره، يعني يطاردون في كل مكان ويسجنون. ليش هذا الظلم؟ ليش؟ يعني أنا عشان المفروض من تجراي يعني لازم أحارب في كل شيء؟ يعني هذا لا يقبل أبدا، ونحن نعترض على هذا الشيء لأن الظلم وقع علينا. والإسلام لا يمنع أبدا أن الإنسان يتكلم في مظالم، هذه مظالم ويجوز لنا أن نتكلم فيها للعالم كله يسمعها، ونسمع فيها الله سبحانه وتعالى قبل أي أحد، وأيضا نسمع القوانين التي تحافظ على حقوق الإنسان المفروض في الأمم المتحدة أو غيرها من المؤسسات الكبيرة المفروض اللي تسمع، يعني حتى تسمع سوف نتكلم، لن نسكت أبدا، سوف نتكلم، سوف نبقى نتكلم، لأنه نحن صوت للأبرياء، صوت للمساكين، صوت للنساء الذين يغتصبون يعني أمام أزواجهم، يغتصبون أمام أهلهم، يغتصبوهم، يعني يطلبون من الجد أن يغتصب حفيدته. يعني لم نسمع في حياتنا مثل هذه الجرائم. والمفروض العالم الإسلامي، وخاصة أنا من هذا المنبر أيضا أدعو الجزيرة والعربية وكل الإعلامات الذين يستدعون أشخاص من تجراي كذابين. أنا أعلم مثل جمال بشير ومثل العروسي ومثل ياسين أحمد الذين يستدعونهم في الجزيرة، كلهم يكذبون على شعب تجراي، كلهم يكذبون على الشعوب العربية، ولا يقولون الكلام الصحيح، لأنهم يقولون أن الشعب تجراي ما صار له أي شيء، وأن الويانة هي السبب، والعالم كله تكلم فيه وبان أنه هذا الكلام مش صحيح، ووجد أن الحكومة الإثيوبية هي التي تكذب. فكيف الجزيرة فقط تستدعي هؤلاء الناس؟ ليش ما تستدعي من تجراي موجودين ناس ينقلوا لهم أو الحقائق، الكلام الحقيقي الذي يحدث في شعبنا؟ صحيح الجزيرة كانت في مقالة ورصدت الأشياء التي حصلت، لكن هي تستدعي أناس يكذبون في حق الشعب تجراي ولا يقولون الكلام الصحيح، وسوف يسألون عنه يوم القيامة هؤلاء الناس، لأنهم مستفيدين فقط يعني من الحكومة الإثيوبية، من الأموال ومن المصالح. فاكرين أنه هم أبي أحمد راح يعمل لهم أشياء كانوا متوقعين أنه ما حد يعملها. مش صحيح، أبي أحمد لن يعمل لأحد أي شيء، خدع كل الناس. فلذلك يعني من هذا المنبر أنا أنادي الناس أن يروا الحقيقة، وأن يعينوا شعب تجراي، وأن يكونوا صوت لهم، وأن في هذا الشهر الفضيل أيضا يستطيعون أن يتبرعوا للناس اللي موجودين في السودان، فوق 70,000 ليس لديهم مأوى، ليس لديهم معونة، غير أن الشعب السوداني جزاه الله خير رغم الصعوبات اللي عندهم أيضا عانوهم. وبعد الحكومات أيضا قدمت مساعدات، ولكن ما زال الشعب يحتاج إلى مساعدات كثيرة جدا. نرجو أن يتعاون الجميع. إذا كان لديك كلمة أخيرة مصطفى فتفضل، وإلا سننهي لقاءنا، وسوف يكون لدينا لقاءات أخرى بإذن الله تعالى. وشكرا لك على حضورك. شكرا، لا شكرا على واجب أستاذة. أنا ما عندي شيء كثير أقوله، ومهما تحدثنا عن السودان صراحة أنا ما أقدر أقول لك، ما حنقدر نوفيه حقه مهما تكلمنا يعني. وفي مثل بيقول لك رد الجميل صعب يعني. ده بالنسبة للسودان. والشيء الثاني الوصية السابقة لأهلنا التجارب في أي مكان في العالم،
أقوى يد واحدة. وزي ما قلتي أنت أستاذة، ده ما زمن الخلافات حاليا. لو في أي حاجة نخليها بعد ننتصر، بعد نكون، بعد نتخذ قرارنا، ننشئ دولتنا، أمننا، استقرارنا، سلامنا، حريتنا. بعد ذاك إذا في أي حاجة تاني نحن ممكن، الناس زي ما قلتي أنت اللي ما بتحب الجبهة أو كوادر الجبهة، يا اخواننا هم حسا كان بامكانهم يهربوا، كان بامكانهم يخلوا تجراي، كان بامكانهم يشردوا باموالهم، كان بامكانهم يمشوا اجمل مدن في العالم ده يسافروا. لكن لا، نحن انا شخصيا من هنا احييهم واحترمهم واقدرهم، لانهم موجودين يعني بالجوع وبالعطش مع اهلهم، مع ابنائهم، مع ابواتهم، وما خلوا بلدهم ولا خلوا شعبهم ولا خلوا ارضهم لاعدائهم. فمن هنا انا بقدم لهم تحيه من عبر هذا المنبر. ويا اخواننا اقرر، لو في اي خلافات ما وقتها الان، خلوها فيما بعد، بعد ما نحن نعرف مصيرنا شنو. نعم. شكرا لك مصطفى. فعلا رد الجميل يعني من الأشياء الصعبة جدا، لكن نحن عندنا مثل يقول إذا ما قدرت تعمل له فاشكر وتكلم بالشيء اللي عمله. شعب تجراي وحكومة تجراي قدمت لإثيوبيا ما لم يقدمه أي حكومة من قبل. يعني يكفي السد أو وغيره من الأعمال، من بناء المستشفيات والمدارس والشوارع يعني عملوا أشياء كثيرة جدا. لم يجدون إلا الجحود، إلا الكراهية، إلا البغض، إلا التجويع. يعني مع الأسف، مع أنه الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه وما جزاء الإحسان إلا الإحسان. المفروض الشعب هذا استقبل من الإريتريين في وطنه واحتضنهم واعتبره كأبنائه، وكانوا هم من الجواسيس الذين أعانوا إسياس أفورقي على إبادة شعب تجراي. ومش كل الناس اللي تعرف ترد الجميل، لكن شعب تجراي دائما لا ينسى الجميل، ودائما شعب هو شعب دائما يعني يقدم الحلول، يعني يحب يقدم الحلول. فكان قدم حلول من بعد حرب 17 عام لمنغستو هايلا مريم، وكانوا وجدوا حريتهم، لكن أعطوا حرية لإريتريا وسمحوا لها أن تكون دولة مستقلة. ثم انضموا للشعوب الإثيوبية، قالوا إن الشعوب لم تفعل لنا شيء، الشعوب هي مظلومة مثلنا، فلا بأس أن نكون معهم. فذهبوا إلى ليحكموا إثيوبيا الكبرى، لكن شعب تجراي لم يجد منهم إلا الجحود. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله السلامة. شعب ظلم من كل النواحي، واعترفوا أيضا صحفيين إثيوبيين وعلماء يتكلمون الآن أنه فعلا الشعب ظلم وما زال يظلم، ولكن فرج الله قريب. ولن ننسى هذا العداء. الشعب التجراي بعد الآن لن ينسى هذا التاريخ أبدا في حياته، لن ينسى، ويريد أن يكون دولة. تجراي ستكون دولة بإذن الله. الشعب كله يتكلم في موضوع أنه الآن جهاده أنه تكون دولة تجراي، ولن تكون إقليم أبدا مع إثيوبيا. لن نستطيع أن نكون إخوة معهم، لأن شعبا وحكومة ظلم شعب تجراي، شعبا وحكومة، لأنهم لم يخرجوا للتظاهر من أجل شعب تجراي، لم يقيموا أي معاونات من للشعب تجراي. لكن لما ضرب الأمحارة، لما ضربوا بين بعضهم وصار في مشاكل بين بعضهم، الكل قام. يعني دم الأمحارة أغلى من دم أهل تجراي، دم الأورومو أرخص من دم الأمحارة. فلذلك يعني شعب أورومو أيضا مثلنا يناضل ويجاهد، وأيضا نحن نحب أن نؤيدهم على جهادهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أيضا أن يعين شعب أورومو، لأنه أيضا عانى على مستوى بناء إثيوبيا، الإمبراطورية الإثيوبية هذه الذي ظلمت شعوب كثيرة جدا. مظلومين شعب أورومو كثير جدا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أيضا أن يكون لهم هذه الفرصة، هذه المرة يبنوا دولتهم، دولة أورومو الذين يريدونها، كما نريد أيضا أن يكون لنا دولة تجراي، ولا نحتاج لأحد بإذن الله. شكرا لك مصطفى، شكرا للمشاركين، للمتابعين والمشاهدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صيامنا وصيامكم
وأرجو منكم أيضا أن تشيروا لكل الجروبات وخاصة الناطقين بالعربية. بارك الله فيكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.